الفرصة في البورصة عرض مستمر. الفرص في البورصة ما بتخلصش، زي ما كان في فرص وقت أزمة سعر الصرف، كان في فرص كمان مع قرار التعويم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وزي ما كان في فرص في عز كورونا كان في فرص في فترة التعافي، وزي ما كان في فرص كمان مع التوترات الجيوسياسية في فرص بتيجي مع هدوء التوترات الجيوسياسية. ولأننا في 25 ففي لسه فرص كتير ما بدأتش. دلوقتي عندنا قطاعات بتحقق معدلات نمو قياسية زي قطاع الدواء اللي استفاد من بعض القرارات الحكومية اللي كانت مرتبطة بتعديل الأسعار، أو قطاع مواد البناء اللي استفاد من تعديل أسعار واستفاد من توقعات إعادة الإعمار اللي موجودة حاليا في المنطقة. من أول السنة لحد دلوقتي عندنا شركات عملت ارتفاعات كبيرة جدا زي النيل للأدوية وشركات الأدوية الحكومية بارتفاعات أكتر من 150%، استفادت من تحريك أسعار الدواء وزيادة الطلب المحلي. وعندنا أسهم زي ابن سينا فارما، شركة رائدة في توزيع الدواء، بارتفاعات أكتر من 100%. السبب في الارتفاع زيادة الحصة السوقية مع خروج منافس رئيسي، ارتفاع أسعار الدواء، وكمان توقعات خفض الفايدة وانعكاساتها على هيكلها التمويل. وعندنا كمان شركات الأسمنت زي مصر بني سويف للأسمنت ومصر الأسمنت هنا والعربية للأسمنت اللي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الأسمنت وبعض القرارات الحكومية التنظيمية المرتبطة بحجم الإنتاج. ابدأ دلوقتي وشارك في النمو اللي بيحصل. الفرص مش في التاريخ، الفرص في اللي بيحصل دلوقتي حالا. ممكن تبدأ بمبلغ بسيط وتكون جزء من قصة نجاح جديدة. السؤال بقى، هل هتفضل تتفرج ولا تاخد قرار الاستثمار وتبدأ تبني قصتك؟